اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وتكونوا في أحسن حال. النهاردة إن شاء الله هنعمل الفراخ بطريقة جميلة جدا سهلة وبسيطة. انسي بقى خلطات البهارات والتوابل الكتير وأي حاجة من الحاجات دي انسيها. هنعمل فراخ باللبن بخلطة جميلة قوي بسيطة جدا، خالية بقى من البهارات والكركبة والكلكعة بتاعت البهارات. تعالي يا ست الكل هاتي شوية لبن وتعالي اما نعمل بهم الفراخ العسل دي. اوعدك هتاخدي منها شوية شوربة جمال جدا وطعم في منتهى الجمال. اول حاجة كده عندي فرخاية وعندي بصلة مقطعاها صغيرة كده وحطيت عليها شوية ملح وشوية فلفل وشوية بهارات فراخ او السبع بهارات اللي يعجبك. تمام كده هبتدي ان انا اقلب البصلايه بتاعتي كده في البهارات، وابتدي ان انا احشي بيها الفرخه بتاعتي بديلها طعم جميل جدا. المرتة دي الطريقه دي يا حبايب قلبي ينفع تعملي بيها الفراخ والبط والحمام سمان، ينفع تعتمديها في اي حاجه من الحاجات دي. بسيطه وسهله والطعم في خيال في حته تانية خالص بصراحه. تمام، هنا كده بقى هنعمل الشوربه مع بعض بتاعتها. عندي ميه بتغلي على النار، هضيف في المية دي بصلتين كده حجم صغير، او لو عايزة تحطي بصلاية واحدة حلوة تمام مفيش مشكلة. ومعايا جزراية ومعايا طماطماية، وهنا حتة ايه دي قرفة خشب بس رفيعة خالص صغيرة خالص كده. ومعايا كمان ورق لورا، ومعايا قرنفل وحبهان. القرنفل والحبهان بيدولها ريحة جميلة جدا. وعندي كمان هنا الكزبرة اللي هي الحبوب الحصى، حطيت برضو كده منها. وعندي فلفل اسمر كان الحصى خلص كنت طحنته بقى كلته فحطيت برضو شوية كده. عايزة بقى شوربة جميلة قوي هدي النار وما تعليهاش، وكمان ما تخليش المية كتيرة، تخليش المية كتير على الفرخة. كتبك هناك عند بابا. هناك. تمام، هنا يا ست الكل هنسيب الفرخه تستوي على نار هاديه خالص. وتعالي بقى هنا استوت تمام اهيت معايا. انا مش بحبها بصراحه مهريه قوي، تبقى يعني سواها معتدل وسط، ولا هي مهريه ولا هي نيه يعني. تمام كده، تعالوا اما نعمل بقى الخلطه الجميله دي. بسيطه جدا. عباره عن معلقه كبيره من الصلصه، بس انا المعلقه بتاعتي ما كانتش يعني ملانه فحطيت نصين كده. معلقه كبيره من الصلصه عليها شويه لبن، ويا سلام بقى لو يكونوا فيهم القشطه بتاعت وش اللبن كده، وشويه ملح وشويه فلفل. وقلبي الخلطه الجميله دي وانزلي بيها على الفرخيه بتاعتك، غلفي كل حته فيها، ما تسيبيش بقى في الفرخه اي حاجه لاي مكان. يعني لما تكوني انت بالفرشه بتاعتك كده وراحه جايه عليه بالخلطه الجميله دي. بصوا بقى الكسل بتاع ان انا اشيل المعلقه من الصلصه من الخلطه اللي احنا عاملينها دي، سايباها وعماله اعمل من جنبها كده وخلاص. ما علينا. ما تنسونيش يا جماعه في اللايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان القناه ان شاء الله تكبر بيكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معايا بقى هنا الزيت، هبتدي ان انا شويه زيت صغيرين كده، وابتدي ان انا انزل بالفرخه بتاعتي في الزيت ده، بس الزيت يكون طبعا اتحمى معاكي يعني سخن. وجهزي غطا بقى علشان هتطشطش، فما تبهدلكيش البوتاجاز يعني وكده. اللون بتاع الزيت بيبتدي ان هو يتغير بسبب القشطة واللبن، فما تقلقيش يعني منه ولا كده. بصي بصراحة اللون مختلف، اللون مختلف فعلا. بجد طالعة تحفة. اتمنى ان انت تجربيها ان شاء الله، باذن الله تطلع لذيذة جدا واطعم فراخ هتاكليها باذن الله. تمام كده، تبتدي بقى تقلبيها من جميع الجوانب كده بحيث تاخد معاك الشكل. اللون مختلف بصراحة، اللون مختلف. اللهم بارك، والطعم في حتة تانية خالص بصراحة ما شاء الله اللهم بارك. ما تنسنيش بقى في اللايك وشير وسبسكرايب للقناة، وارجو ان انت تكوني استفدتي ولو بمعلومة صغيرة. اتمنى واشوفكم على خير، واستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.